انتوا اكيد سمعتوا عن حاجه اسمها الديب ويب، بس ما سمعتوش عن الدارك ويب. في الديب ويب وفي الدارك ويب، يعني في خير وفي شر. شبكة الإنترنت خرجت من أبحاث وزارة الدفاع الأمريكية، وكان الأساس هي ربط الأجهزة المادية ببعض زي الكمبيوترز كده بالظبط. بس أول لما اخترعوها الموضوع كان معقد جدا وما كانش أي حد ينفع يستخدمها. سير تيم بيرنرز-لي اللي هو اللي ورايا ده، لحد سنة 1989 وجه سير تيم بيرنرز-لي واخترع بقى اختراع قلب الدنيا على بعض، الورلد وايد ويب. عارف انت لما تيجي تفتح موقع www. اهو www دي هي الورلد وايد ويب. بعد كده اخترعوا الويب براوزر اللي هو المتصفح اللي بتتصفح عليه اي موقع، والمواقع اللي احنا بنستخدمها على طول زي فيسبوك وانستجرام واليوتيوب كل ده بيقع تحت حاجه اسمها السيرفيس ويب، ودي بتمثل 5% بس من الويب. انما ال 95% المتبقيين دول موجودين جوه حاجه اسمها الديب ويب. والديب ويب اتاسس سنه 1970، وده عباره عن كل المواقع والصفحات اللي انت ما تقدرش تدخلها بسهوله، وده بسبب انها بتبقى متاحه لناس معينه بس، لان المواقع اللي بتبقى موجوده هناك بتبقى تبع الحكومات والبنوك والشركات الكبيره جدا، فبيكون فيها بيانات مهمه جدا ومش هينفع اي حد يوصل لها بسهوله. فعشان كده مش سهل انك تسرق اكونت اي حد او تدخل على اي حساب بنكي وتسرق منه الفلوس بسهوله. كل ده موجود على الويب، بس هو مش موجود في السيرفيس ويب، هو موجود في الديب ويب. الديب ويب اتعمل عشان مش اي حد يدخل عليه بسهوله، وهو فعلا حاجه كويسه، الهدف منه الخصوصيه والامان. الفكره انهم كانوا عايزين خصوصيه وسريه اكتر من الديب ويب، وكانوا عايزين ينزلوا تحت اكتر، بالذات طبعا الحكومه الامريكيه، لان كده الموظفين واجهزه الاستخبارات الامريكيه بقت مكشوفه لناس كتير، وده طبعا ما ينفعش. فكان اكبر مشكله عندهم ان انت في الديب ويب الاي بي ادرس بتاعك برضه ممكن يتجاب. ففي سنه 2002 جم بقى 3 اسمهم روجر دينجدين، ماس ويسون، بول سيفرسون، واخترعوا الحل. عملوا ويب براوزر زي فايرفوكس وجوجل كروم اسمه تور، ذا اونيون راوتر، اتصالات بالبصله، وسموها اتصالات بالبصله عشان ما تنقل الاتصالات بتاعتك من طبقه لطبقه زي طبقه البصله. فانت لما بتيجي تدخل على تور بيخفي الاي بي ادرس بتاعك وبيدي لك اي بي ادرس تاني تقدر تدخل بيه الدارك ويب. ففي سنه 2004 امريكا دفعت مليارات في المشروع ده وطوروه جدا، بس المشكله انهم خلوا الكود بتاعه اوبن سورس كود، يعني اي حد يقدر يدخل عليه بكل سهوله، عشان لو خلوا الدارك ويب هم بس اللي يكونوا فيه الحاجات اللي عايزين يخبوها جوه هيبقى سهل قوي ان اي حد يوصل لها بسهوله، عشان مش هيكون فيه اي بيانات بتاعت اي حد تاني غيرهم. بس هم لو خلوا الناس كلها تدخل جوه كده انت مش هتعرف تفرق البيانات دي بتاعت مين ولا مين ولا مين، ومين اللي بيعمل المصايب دي كلها، الحكومه الامريكيه ولا اي دوله ولا اي شركه في اي بلد ولا واحد عادي. فمستحيل تقدر تعرف مين بالظبط اللي بيعمل كده. فكانوا متاكدين لما يخلوا الدنيا جوه زحمه مستحيل اي حد يتتبع اي حد ولا يعرف مين صاحب ايه. الدارك ويب ممكن يحصل فيه اي حاجه غير قانونيه ممكن تيجي في بالك، تجارة أعضاء، تجارة مخدرات، تجارة أسلحة، في واحد مثلا عنده دبابة أو طيارة هليكوبتر عايز يبيعها فبيعرضها للبيع، أي حاجة غير قانونية ممكن تيجي في بالك. وفي موقع مشهور جدا على الدارك ويب اسمه مثلا مكتوب بالدم، وبيبقى تحتيه منيو مكتوب فيها ادفع عشان تشوف. ممكن تشوف واحد بيعذب واحد لايف، ولو أنت هتدفع فلوس كتير ممكن تختار يتعذب إزاي، وممكن اللي يتعذب ده يبقى راجل أو ست أو حتى طفل صغير. ممكن تطلب قاتل مستأجر زي ما بنشوف في الأفلام زي هيتمان وجون ويك، وبتدفع له فلوس بالبيتكوين وبتقول له مين الشخص ومكانه فين، وفعلا في حد بيروح وبيخلص عليه. وفي سنه 2011 روس ويليام ألبرت عمل موقع لتجاره المخدرات والسوق السوداء، والاف بي اي قبضت عليه سنه 2013 بعد ما قفلت له الموقع بتاعه، واتعرف باسم دريد برايت روبرتس. والناس كلها في الدارك ويب بتدفع بالبيتكوين عشان ميزته انه مش بيعرفك مين دفع ايه ومين معاه كام، ومش بيطلب اي حاجه عشان تحول فلوس لحد، انت بس بتديله اسم حساب التاني والفلوس بتتحول في ثانيه، ولا فيها اسامي بتتاخد ولا ارقام موبايلات ولا عناوين ولا اي حاجه خالص. فمش سهل تعرف مين دفع ايه ولا مين بيشوف ايه ولا مين اصلا اللي مصور الحلقه وبيعمل الجريمه. واكيد طبعا الحكومات بتقفش اي موقع غير قانوني هناك وبتقفله على طول، بس المشكله ان بيكون سهل قوي انهم يفتحوا الموقع ده تاني بس بطريقه مختلفه. اقل حاجه الجهاز اللي انت دخلت منه هيتهكر بنسبه 90%، وهيعرفوا انت مين وساكن فين، وهيقدروا يفتحوا الكاميرا والمايك بتوعك.
في اي وقت هم عايزينه، وكل بياناتك وصورك بقت معاهم في ثانيه الا ثانيه، وساعتها ممكن يبتزوك انت وعيلتك كلها ويطلبوا منك فلوس او اي حاجه تانية. فيا ريت الفضول ما ياخدكش وتجرب تدخل عليه، عشان الموضوع مش سهل خالص، ومش اي حد يقدر يدخل عليه بسهوله او يخرج منه بسهوله من غير ما يحصل له اي حاجه. يعني من الاخر دخول الحمام مش زي خروج يا حبيبي، فما تاذيش نفسك ولا تاذي اي حد بسبب. اشوفكم في حلقه تانية بقى، سلام.